يعني جزائريه ودائما محافظه على التراث وعلى الالبسه التقليديه الجزائريه. هذا فخر لينا، هذه هي شخصيتنا. اللباس التقليدي الجزائري هو شخصيه كل مراه جزائريه. احنا الله يبارك عندنا 48 ولايه، كل ولايه فيها تاريخ وفيها تراث. يعني احنا يا لي ستيليست نقدروا ننسبيريو من قداش من حاجه بلا ما نروحوا لي غروند ميزون. من لي تراديسيون ديالنا، من لي 48 ولايه هذم نقدروا ننسبيريو 48 لباس تقليدي. اكيد. يعني وبالنسبه لك انت واش هي مواصفات يعني السيده اللي توجهين لها بالتصاميم ديالك؟ كل السيدات اللي 48 ولايه، خاصه في لا نوفيل كوليكسيون ان شاء الله هي للسيده العاصميه. وبيان سور احنا 48 ولايه عاد اي عروسه تقول لك انا نلبس ماذا بيا 7 لبسات ولا 8 لبسات ولا اللي يعني تلبس في تصديرات. تلبس شاوي، تلبس قبايلي، تلبس قسنطيني، تلبس عنابي، تلبس عاصمي، تلبس وهراني، تلمساني، ترقي. فوالا هذا ينبئنا ويقول لنا باللي سي شخصيتنا. العرس الجزائري ولا العروسه الجزائريه هي عباره عن شخصيه المراه الجزائريه. اكيد يعني هو رمز الشعب الجزائري ومن احد مقومات الهويه الوطنيه الجزائريه. واش هو اللي يميز تصاميم السيده ياسمين عماري، اقول ياسمين عماري، زينب عماري، فنانتنا اكيد يعني راكم قراب في النوط ميسي بور سا. يعني كاين قرابه ولا ما كاش؟ ما نعرف. ليسونسيال سي ميم نون فامي. نحيوها بالمناسبه. يعني واش هو اللي يميز تصاميمك سيده زينب؟ اللي تميز التصاميم ديالي هو اللمسه العصريه. احنا نشوفوا كامل العروسه، اي عروسه راح تكون جون، يعني يتراوح العمر ديالها ما بين 22 سنه حتى 30 35 سنه. انا في لا ميزون دو كوتور ديالي نراعي لا جونيس، نراعي الشبابيه تاع هذيك العروسه. ماذا بيا ما ناثرش عليها بغير بالجبه العنبيه ولا جبه قسنطينيه، ولا نحاول العروسه هذيك تحس روحها باللي اكزومبل باش لابسه اون فيست عاصميه ولا باللي راهي انسبيري من هذيك لا غروند ميزون. ما نساوش لي غروند ميزون اللي راهم هاربين علينا بزاف في الفاشن وفي لو ستيليزم اي لو موديليزم، مي نخليو ديما هذيك العروسه تحس روحها باللي توجور ماشيه مع الفاشن، توجور ماشيه مع الموضه، توجور فوالا. يعني وانت واش هي النصائح اللي تقدميها لاي سيده عندما يعني توجه لك خاصه في التصاميم نتاعها؟ انا اي عروسه تجي عندي نخليها تكون اليز. يعني العروسه ديالي ولا الزبائن ديالي هم من الزبائن المدللين عندي. يعني تجي اون ديغي راح تدلل على يماها ولا تدلل على راجلها في الدار ولا فوالا. كي تجي لازم تكون اليت، تجيب لي فوتو واش كاين، واش راهي حابه، واش راهي سخفانه، اي حاجه تبغيها. حنايا اون فا كريي لو موديل، انا نكري لو موديل، من بعد نحبط مع مامير نتشاور معاها باسكو هي اللي يعني تعمل الحرج. بالمناسبه ايضا الام يعني مصممه. وي ماما تاني مصممه، ونحييها. وي بالمناسبه راهي متواجده في عزابه. وكذلك جدتي الله يرحمها تاني هي اللي بدات في هذا الدومين وفي هذا الحرج وفي هذا لي توني تراديسيونيل. الوغ العروسه لازم تكون اليز، نروح للدار نهبط مع نشوف نتشاور مع مامير فوالا هاي واش حابه هاي واش حابه. الوغ مامير تحكم تبدا دير لها الحرج واش راهي حابه هذيك العروسه كامل، نلبوا لها الذوق نتاعها. بيان سور العروسه تكون عندها كونفيونس في لو ترافاي ديالنا، راح تتقبل الانتقادات ديالي اون كاو هذه سي دي مودي خرجت اون 2013 ولا 2014. حنايا نقولها باللي نو سا سفي با، هاي واش كاينه لا توندونس، هاي الفاشن واش يقول، هاي لا مود واش تقول هذا العام فوالا. وش الحاجه اللي تحتل يعني المرتبه الاولى عند زينب؟ اسكو اللون او القماش؟ وانا اليوم راني انا وزينب رانا توأم، فقط الالوان مختلفه بدنا نفس التصميم فوالا. الوغ حنايا لا توني تراديسيونيل الجيريان من عندها سنين وحنا مهمشينها وما عاطينهاش قيمتها صح. داكوغ. الوغ حنا واش نشوفوا لا بلوبار تاع لا بلوبار اللي راهم قاعدين يخدموا يوتيليزيو لي تيسي نورمال، لي تيسي سامبل، لي بيرل سامبل. احنا الهدف ديالنا نقيموا لا توني تراديسيونيل ديالنا. الوغ on va n'utiliser هذوك لي تيسي من اكزومبل تيسي كالفين كلاين، تيسي شانيل، تيسي فالنتينو، تيسي فيرساتشي، يعني اكبر الماركات العالميه. فوالا ونحطوا ونخدموا بهم هذيك لا توني تراديسيونيل، سواء تكون جبه، سواء تكون بدرون، سواء تكون كراكو، سواء تكون تلمساني، جبه البديعه التلمسانيه. كل لبسه ليسونسيال تكون هذيك لا توني تراديسيونيل بقيمتها. ما ننساوش لي بيرل سوغوفسكي، لي بيرل اون كريستال، هذوك اللي يزيدوا يعطيو لا توني تاعنا هيمه وقيمه وطبع. صح.
صح. وكاين كثير من المصممين اللي يعني ولاو يعتمدوا طريقه انه مثلا يقولوا ينسقوا ما بين اللباس العاصمي واللباس نقولوا مثلا يكون مزج، يعني مزج ما بين المنطقتين فيما يخص الزي نتاعهم. يعني مثلا نقولوا العاصمي مع الشاوي. وي اسكو انت راكي تتبعي هذه الطريقه ولا في التصاميم تاعك؟ اكيد اكزومبل لا ديرنيير فوا درنا ميلونج بين العاصمي والعنابي والتلمساني. كيفاش كان يعني؟ كي كان اون جينيرال يكون لو او مخدوم يعني الرقيبه ديالها تكون عنابيه، لو با ديالها يكون تلمساني اللي هما اون جينيرال يديروا البديعه ديالهم، اي لو با يكون كراكو سروال شلقه ولا سروال مدور. وهكذا نكونوا درنا ميلونج تاع 3 جهات من الجزائر، الشرق وسط غرب. يعني وكيفاش حافظت زينب على الزي التقليدي يعني القديم؟ يعني في التصاميمات انت وحنا رانا نقولوا في عصر العولمه ولا يعني الموضه تبدلاتها ايضا. اون جينيرال لا توني تراديسيونيل ما تتبدلش. كي نحبوا دوكا اكزومبل هذيك العروسه يعني كيما نشوف انا اللباس تاعنا تاع اليوم انه لباس تقليدي 100% تقليدي، ما فيش عصرنا. العصرنه اللي دخلت هنايا باش ما ننساوش باللي العروسه ديما لا توني ديالها تكون عريض عليها شويه، يعني ما لازمش تكون سنتريك. فوالا حنا هنايا دخلنا اون توش انه لي مونش كانوا دي مونش توب زعما ضيقين منا فوالا، وكانت لا فورم سي سيغي باش تحسي باللي راكي لابسه اون ديغي اون فيست راكي خارجه بها برا، انت بدات تكوني فيها اليز. سي سا بلوس لا سينتور اللي رانا قاعدين نشوفوا فيها سي لا توش مودرن، سي اون سينتور اون كريستال. فوالا. وكيفاش راهي تشوف زينب كيفاش راهي تقيم صيروره الابداع فيما يخص الازياء هون على مستوى الجزائر؟ الازياء التقليديه احنا الله يبارك ما شاء الله عندنا دي ستيليست اي دي موديليست ما شاء الله، كل ستيليست عندها لاطوش ديالها، وانا من النوع اللي يواكب بزاف اللي يتبع بزاف الموضه، يتبع اي حاجه خرجت جديده سواء تراديسيونيل او بيان مودرن. واش راني نشوف يعني ما شاء الله، وان شاء الله انا نطلب من جميع شي لي ستيليست ولي موديليست نحطوا اليد في اليد ونحاولوا نروجوا للمنتوج ديالنا، نروجوا ونخرجوه انترناسيونال. تقدروا تروجوا لللباس نتاعنا التقليدي حتى يعني نعرفوا به في يعني من خلال مثلا معارض ربما او معارض نعرفوا انه زينب انه مثلا اشقائنا المغاربه يقدروا يوصلوا خرجوا حتى للمشرق العربي اللباس نتاعهم. القفطان مثلا القفطان هو وهذا هو الشيء اللي خلاني نغير انايا بين قوسين، الشيء اللي خلاني نغير انه يعني بلادنا نعرفوا ان القفطان هو من اصل جزائري. اكيد هما ما نقولوش اصل جزائري بيسكو هما كي رحلوا لي زاندالوس للجزائر ما قعدوش بزاف ديريكتومون راحوا للمغرب. الوغ المغرب عرفوا قيمه هذاك اللباس، عرفوا قيمه هذاك التراث وعملوا على ترويجه. عندهم 20 سنه وهما يديروا في لانيفرسير تاع القفطان. صح وي، وكل عام يديروا له مهرجان كبير ويعرضوا لي ستيليست كامل لي موديليست كامل وسون كونتي ما ننساوش باللي راهو ولا انترناسيونال حتى لي ستار تاع هوليود عادوا يلبسوا القفطان. هذا الشيء انا بدات من هذا الشيء بدات النقطه ديالي وبدات الغيره ديالي. قلت كيفاش حنايا بلادنا الله يبارك ما شاء الله 48 ولايه صح. وكل ولايه فيها توني تراديسيونال وما قدرناش نروجوا للمنتوج ولو واحده يعني ولو واحده يعني صح. اي واحده عندنا عاصمي عنابي قسنطيني تلمساني اي واحده باك اسونسيال نشوفها باللي هذيك لاتوني ولات انترناسيونال، يعني ولات الناس كي تشوفك واحده من لا بلجيك ولا من لي زيتازوني ولا تشوفك تقول لك فوالا انت جزائريه من اللباس التقليدي تعرفك. باغ كونطخ حنايا كي نشوفوا اي واحد يشوف القفطان يقول لك فوالا هذايا مروكي راكي مغربيه عاد معروف. هذا هو من هنايا بدات النقطه ديالي باش لازم نحطوا اليد في اليد ونروجوا للمنتوج ديالنا. واش هي يعني طموح زينب عماري فيما يخص الزي التقليدي الجزائري والترويج له؟ يعني واش هي اللمسه اللي حابه تديرها ولا تحطها على تميزها يعني تخليها مميزه عن باقي المصممين؟ اللمسه اللي عندي تميز لا توش تاع زينب اماري ستيليست اوت كوتور هي لا توش مودرن ستادير ستادير اون ديغي لازم نفتخروا باللباس ديالنا. يعني انا كي ندير لك هذيك لافيست تقدري لافيست تخرجي بها برا تخرجي بها بور فير شوبينغ ولا عندك يعني عادي تلبسيها وانت مفتخره انك جزائريه. يعني حنايا بربي ان شاء الله لو ترافاي ديالنا مش راح ينحصر غير على الزي التقليدي الجزائري، ان شاء الله تكون كوليكسيون بريت ا بورتي افيك اون توش تراديسيونيل ان شاء الله.
يعني هذه بالنسبه للنساء، وحتى يعني الرجال عندهم نصيب اكيد اكيد وشي وحنا دوكا لا كوليكسيون جديده ديالنا راح توجد فان سبتمبر ونجوزوها ان شاء الله افيك ان غون ديفيلي لهنايا في الشروق ان شاء الله. سي اون كوليكسيون سبيسيال بور ماري، يعني العروسه الجزائريه، ومن وراها نديرو سبيسيال بور العريس الجزائري، ما ننساوهاش بالطبع ان شاء الله. وحنا نقولوا لك دائما مرحب بك زينب عماري دائما في البلاطو نتاعنا.